جيب لك مسبحة؟ لا تخليني سبحك بالزفت وامسح الأرض فيك. ليش هيك واقف عندك؟ ما بتعرف انه ظهري بيجاني؟ خالي ليش هيك عم تطلع فيني؟ لا ولا شيء، عم اطلع فيك لشوف اذا يا ترى بتسوى 10 ملايين ولا ما بتسوى. محبتنا ما بتنقاس بالمصاري يا خال. جوهر، بدي اياك تقلي كسبت شي بالقمار بكل حياتك 10 ملايين دولار. قلي ايه ولا لا؟ مين بيكسب 10 ملايين دولار بالدومينو يا خال؟ مين الاهبل يلي بيخسرها لحتى اربحها انا؟ عم تحكي مزبوط. ليش طلع في اهبل مني انا؟ استغفر الله يا خال، انا ما هيك قلت. عقوبة ميماتي مو بس علينا إلنا، فرضها على الوسط كله. هلا كل مين انجرحت اصبعته بدبوس اكيد رح يركض لعنده دغري. كل اصحاب الاتاوات رح تطلع من راسهم. لو ما في ذا الفقار بالقصة ما كنت بعطي ميماتي قرش واحد لو بيطق وبيموت. ونحن ليش بدنا نخاف من ذو الفقار يا خالي؟ جوهر عم تخبص بالحكي وما عم تعرف شو عم تكروت. ليك خالك زازا ما بيخاف من حدا بيمشي على الارض، بس هذا الزلمه وضعه غير. شو وضعه غير خالي؟ ولك جوهر، لك انا ما حلفتك يمين ولا شو؟ ها؟ خالي انت حلفتني يمين بالعموم، كان ببالي بس الورق. بتحط لي براسك الغبي هات. القمار ممنوع عليك بكل انواعه. لا بتلعب طاولة زهر ولا بتلعب بالحجار وما بتمد ايدك على ورق الشدة ابدا. الدحل، الرهان، لكل حتى الاحصنة هدول كلهم ممنوعات عليك. عم تفهم علي؟ حتى السحبات اللي على العلكة والكازوز ممنوع. خالي ليش انا من امتى باكل علكة؟ مزبوط، هي غابت عني. واحد كبير مثلك اغا، يعني اغا ب10 ملايين دولار ما راح يعلك علكة مثل الفقرة، ما هيك؟ اللي لشوف شلون بدك تقدر تدبر 10 ملايين دولار. بس اعطيني الاذن وبلعب لاخر مرة. بعرف محل بيلعبوا بالسحبة، بيروحوا عليه فنانين ومشاهير كتير كبار، وبتشوف كيف راح جيب لك 10 ملايين. النجدة خالي ما عم لاقي كل الحبات. خالي لك نحن ما عم نكسبها بدراعنا. معلم ماحين كل صور الكاميرات. حاسس هالشغلة فيها إنها شو بده يكون فيها؟ خطفوه واخدوه. وانت تفاحة على الشجرة استنى لتوقع. 1000 مرة حكيت مع المعلم انه نزيد عدد حراسه، بس بتعرفوا كان كتير مصر انه ما حدا يعرف. البير مو مبين. لو هاي الشغلة من أعداء كانوا قوصوا عابد وقوصوا الدكاترة. طيب ليش لا يعذبوا حالهم ويمسحوا تسجيلات الكاميرات؟ هاي ما بعرفها. في شغلتين بعرفهم، حبيب قلب المعلم عابد أفندي كل ماله عم يتفلسف، والتانية هاي الشغلة يلي صارت فيها إنها. قصدك يعني الختيارية؟ وليش لا يعملوها الختيارية؟ كل شي بيصير منقول هن.
شو مفكرين حالكم عم تعملوا معي؟ نحن بحاجتك يا مراد. شي مرة سألتوني أنا شو بحتاج ولا شو بدي؟ انت بدك وش جديد ما هيك؟ لما عملتوها كمان ما أخذتوا رأيي، أمرتوني أعملها وعملتها. مراد، انت عملت شغلة واحدة بحياتك ما عاد بدك اياها هلا. بدك ياني بلش حاسبكم على اللي كان بدكم إياه وما قدرت أعمله؟ يعني بوشك الجديد وحياتك الجديدة رح تقدر ترجع الشيء اللي كان بدك اياه؟ إيه أكيد. رح تقدر ترجع مرتك وبنتك وكل الناس اللي بتحبهم إذا عملت هيك؟ وأنتوا وقت اللي بتمنعوني من العملية رح تقدروا ترجعوا لي إياهم؟ رح أقدر حقق لك الفرصة لتنتقم. أنا هاد الباب سكرته على الآخر وقفلته وحرقت دفتر حساباتي مع موتة اسكندر. يعني حابب تغير وشك؟ إيه. وحياتك كمان؟ بدي غير قلبي وعقلي وحياتي كلها. بدي غير رفقاتي وكل يلي بحبهم. حابب غير كل شي عندي. طيب أنا رح حقق لك كل هذا اللي حكيته هلأ. رح أعطيك اللي بدك إياه. رح خليك تعمل العملية وبعد ما تعملها رح خليك تعيش وين ما بدك ورح تعيش شلون ما بدك. وشو طلبك؟ رح أعمل لك كل هالشي بس محتاجينك لآخر مرة. شو ما عندكم واحد تاني غيري؟ خلصنا بقى. مراد علمدار، كنت عم تغامر بالموت ورح تفوت على العملية. احتمال تموت 99%. أنا لازم لي 1% اللي رح يعيش. انتوا ورا سبب انه ضغطي ما كان عم ينزل، ما هيك؟ شو هلا رح تقبل العرض تبعي؟ لا. وقول لرجالك انه يجيبوا لي ثيابي لانه بدي روح. مراد، إذا أنت ما عملت هالشغلة ما حدا رح يعملها. انت ليش عم تسخف الانسان تبعنا؟ بهالأمة مو مراد علمدار واحد ولا 1000، موجود مليون مراد علمدار. معناته اختار لنا واحد محلك يدخل على القاعدة الأمريكية ويطالع عملاء الموساد اللي تخبوا عندهم واللي قتلوا الشرطة تبعنا. هنيك مو في عنا جيش وشرطة كمان يفوتوا ويطلعوهم. بس هيك بتعلق الحرب. هي مو قاعدة أمريكية، هي قاعدة ناتو، ونحن عضو بالناتو، بحق لنا انه نفوت لجوا ونطلعهم. مراد علمدار، انت اللي بتعرف اكتر مني انه هالشغلة الى بعد تاني. هي مو اول عملية للموساد. بعدين انتوا ليش محملين القصة زيادة هالمرة؟ فيلر رح يدخل بمساومة على الأسلحة النووية مع الإسرائيليين. أي أسلحة نووية؟ مو أنا بلغتكم بمحل الأسلحة؟ شو يعني ما أخذتوهم؟ الموساد الإسرائيلي سرقوهم. لك شي مرة واحدة بس نكمل شغلي للآخر. أنا رح أقبل. كنت بعرف إنك رح تقبل. بس في عندي شرط. قول اللي بتريده. هي رح تكون آخر عملية، وبس نخلص ما عاد ضل معكم. تمام. بس حتى قادر ارتاح بعدين وما عاد تزعجوني مطرح ما رح روح، وما عاد تبتزوا عواطفي مرة تانية. بدكم توصلوا لصيغة بكل المؤسسات تبعكم وتخلوها تمشي من دون مشاكل. تمام. وكمان بدي انه بس روح من هون يكون موجود وراي نظام قوي ومستقل وشغال. مراد علمدار، يعني عاجلا ام آجلا رح نرجع مثل زمان.
نقدر ندير العالم. إذا البير ما عم يجاوب اتصل بواحد تاني. بس ما في حدا معه خبر بشي. ما منتصل بوصال كمال؟ انت خليك بشغلك عابد. معلم؟ على مين عم تدوروا هون؟ عليك معلم. هون عم تدوروا علي؟ عابد اتصل خليهم يجهزوا طيارة. معلم من شان الله قول شو صار معك، بعدين قول جهزوا الطيارة وعملية. قصة العملية تأجلت شوي. اخ الحمد لله. ما بدها زعل معلم، نحن حبيناك بهذا الوش، وفوق عم تقول بدك تغير صوتك، يعني راح تكون صعبة شوي. شو بدك تقول للناس؟ أنا مراد علم دار، ما عرفتوني؟ معلم الختيارية هن اللي خطفوك؟ مزبوط. ولشو الطيارة؟ بدي روح على محل، في عندي شغلة. معلم لو تستنى ليروح المخدر، كنت وقتها قلت بدنا نروح على محل في عنا شغلة. لا انتم مو رايحين. ليش؟ لأنه رايح موت. عابد دبر طيارة ل3 أشخاص، أنت مو رايح. شو الشغلة معلم؟ رح ندخل على قاعدة أمريكية ونسبب حرب. يعني لو ما رحنا رح نموت هون. لا الأحسن إنه نروح. معلم أنت عم تمزح معنا ما هيك؟ عبد الحي مبين على وشي إنه عم امزح؟ لا معلم، ما في غير هالخيط، ما في هيك شي. معلم مين دخل على القاعدة الأمريكية لندخل نحن؟ الإسرائيليين دخلوا عم يتمخطروا. يعني هلا أمريكي ولا إسرائيلي كله واحد. وانتوا ليش قاعدين عم تناقشوني بالموضوع مثلا؟ ما فيك تدخل وحدك لهنيك، وبفرض دخلت يلي بدك تساويه ما رح تقدر تعمله لحالك. معلم عن جد شو رح نعمل هنيك؟ بدنا نشرب القهوة تبعهم. انت عم تلعب لعبة خطيرة سيادة الجنرال. في طريقة انه ما يعرف ارون فيلر اني هون وعم احكي معك؟ يمكن الاحسن انه يعرف ارون وهيك بينتبه لحاله. ارون رح يدفعني ثمن هذا الشيء. داود لو كان بيحسن انه يعمل لك شيء كان عمله من زمان. انتوا الامريكان في شغلة ما بتفهموها، الاتراك ما بينداروا بمندوب استعماري. انا كل ما قلت لك هذا الشيء واصريت على كلامي بتردوا بترجعوا بتجربوا حسكن معنا كل كام سنة. جية ارون على تركيا صارت مع اني كنت معارضة. انا اسلوبي واضح وشفاف. بدي ناخذ الطلاب الاتراك الاذكياء يدرسوا بامريكا ويحبوا النظام الامريكي ويفهموه ويوصلوا تركيا للقمة بهالطريقة. سبق وشفنا نتائج هذا الشيء عندكم بالقطاع المدني والعسكري والإداري. بس لما بندخل بالإدارة السرية بتصير القصة صعبة كتير. اعطوني القوة كلها مرة تانية وانا بقدم لكم تركيا اللي بدكم اياها صينية من ذهب. ارون فيلر هلأ بده يحل مشكلة السلاح النووي. خلينا نتركه ياخذ هالمرة فرصته الأخيرة مثل ما بده. عندما انتشر الخبر بين الناس أن الإرهابيين الذين قتلوا أفراد الشرطة قد أصبحوا داخل المخفر، خرج الناس بمظاهرات عفوية ملأت الشوارع واجتمعت أمام المخفر مطالبة أن تستلم المتهمين، فاضطرت الشرطة أن تستدعي الجيش الذي أجبر على إطلاق بعض العيارات النارية بالهواء أثناء محاولة بعض المتظاهرين اقتحام المخفر، وما زالت الحشود مجتمعة حتى الآن. خسرنا شرطيين من عنا، شو لازم نعمل؟
الناس أنهم سمعوا أن الإرهابيين الذين نفذوا العملية قد تم إلقاء القبض عليهم. والساعة قاربت 8 الآن والناس ما انتوا خيبتوا املي فيكن. رح تدفعوا شخصيا ثمن فشلكن الذريع بالعملية. رح نطلع. ما عنا اوامر من شان طلعتكم من هون سيدي. انا بحكي مع ارون. السيد ارون فيلر رح يكون هون بعد كم ساعة سيدي، وقتها فيكن تحكوا معه وش لوش. لا ارتاح يا سيد حسني، أنا باخذ الصحون. معقولة يا ست جلدانة؟ يا أميرة، حياتنا مشتركة. مو معقول يا ربي، يعني شلون هيك خباك عني بالصندوق وحرمني منك طول هالسنين يلي مرت؟ بلا ما نحكي بالماضي يا أميرتي، نحكي بالمستقبل. خلينا نحكي عن 50 سنة اللي جايين. 50 سنة؟ قبل 100 سنة لا رح موت ولا رح اسمح لحضرتك تموتي. ايه ها، رايحة أعمل لك قهوة، شو رأيك؟ رح تضل تتذكر طعمتها 40 سنة. يا الله قديشني سعيد، لولا هالعصي اللي أكله شقفة من جنابي. سيد حسني، يا خوفي يكون هذا المعلم ميماتي، كرمال الله تخبى. ما صار له يومين كاسر لي إيدي، أكيد مو هو اللي إجا. علوشي حبيبي، تعا يا روح عمتك، تعا. بيقول لك المعلم ميماتي علي ميماتي ما عم يهدى، وقال لازم تلموا اغراضكم وتروحوا لعنده. شو بدي اقول لك سيد علي، دبر لنا صلحه مع سيد ميماتي الكبير اليوم، والله المعروف ما رح انسى لك يا طول عمري. صلح ما صلح ما في، قال لي المعلم ميماتي قال لهم لا يفكروا ابدا اني عفيت عنهم. ودخلك انت شو صاير لك هلا؟ صحيح المعلم بيقول هيك بس قلبه رقيق. المعلم ميماتي ما بعتقد ابدا. ولوين رايحين هن؟ وانت شو علاقتك؟ ولك فاسعون شلون هيك تحكي مع حبيبة قلبي؟ لا يا حبيب قلبي، هذا كان ناقصني قليل الادب. عن محل القنبلة يلي سرقتوها مني، ما رح تطلع من هون لا انت ولا حدا من رجالك. طبعا رح نرجع لك القنبلة يا أرون، ولو بس نحن لازم نطلع من هون بأقصى سرعة. إذا حدا عرف هلأ أو بعدين إنه رجالي موجودين هون، هالشي رح يسبب أزمة دولية. وهيك أحسن بكتير. هذا يعني إنه ما رح يكون عندك فرصة لتساومني وتاخد وتعطي. القنبلة مانا بتركيا. طيب وين لكان؟ شمال العراق. أعطيني فرصة كم يوم لرجع لك إياها. أنت مفكرني فلسطيني وعم تفاوضني؟ ما في مساومة بنوب.
أعطيني زلمة بتوثق فيه وجهز طيارة هليكوبتر. معلم، انت مو سبق وبلغت الختيارية عن محل القنابل النووية؟ ايه بلغتهم، بس الإسرائيلية كانوا أسرع وسرقوهم من الأمريكان. معقول ندخل على القاعدة الأمريكية لنجيب 4 رجال؟ جوا عم يتساوموا على القنابل يا عبد الحي. وقعت بإيد فيلر ورقة ليساوم الإسرائيلية ويحشرهم بالزاوية. معلم، رح ندخل ونقوص رصاصة براس فيلر وناخد القنابل ونقوص بروسها رجال ونطلع، ما هيك؟ يعني هيك شي. ايه طيب شلون رح ندخل لجوا معلم؟ أهلا وسهلا. أهلين سيادة النقيب. تعرف الشباب ما هيك؟ بالاسم، تشرفنا. تفضل. معلم انت فرجينا الباب وين ونحن منقوص وبندخل دغري. شو فايتين على محل زازا يا أخي ميماتي؟ هاي قاعدة أمريكية، يعني ما فيك تدخل هيك وانت عم تتمشى. القواعد الأمريكية فيها نظام حراسي قوي، والحماية تبعها متداخلة مع بعضها وموهة بشكل كبير. مركز القاعدة اللي جوا، يعني البناء المركزي اللي بقلبها بالنص، محاوط من كل الجهات بأسلاك مكهربة. كل النقاط مربوطة بكاميرات مراقبة. ومو بس هيك، في 3 مجموعات عسكرية جاهزة دايما حتى تتدخل إذا صار أي شيء طارئ. وفي كلاب مدربة على الحراسة عم تدور بقلب القاعدة كل الوقت 24 ساعة. القاعدة فيها كل أنواع المرافق، في مطعم وفي مستشفى، يعني بالقاعدة بتحس كأنك بمدينة صغيرة. وفي محلات حتى نحن لهلأ ما فينا ندخل عليها. في أكثر من 70 قاعدة أمريكية بالعالم، ولتاريخ اليوم ما حدا هاجم قاعدة منهم وطلع عايش. بس إلا ما نلاقي طريقة لحتى نفوت، إلا ما يكون في عندهم ثغرة. سيدي، هلأ أنا رايح لعند مراد على مدار. لا ما تشغلوا بالكم، رح أعمل يلي بقدر عليه. طبعا رح بلغكم شو بيصير معي. البير؟ معلم أنا اللي جاي أسألك، شو جايين تعملوا هون؟ اجينا لحتى ناكل كباب. تفضل كل معنا. ومين حضرته؟ ما بتعرفوا؟ تصبحوا على خير، أنا عم انتظر منكم تليفون. معلم اوعكم تعملوا يلي عم تفكروا فيه، اوعكم كل شيء الا هذا. انت شو قصدك البير؟ قالوا لنا بدك تدخل على القاعدة. برايك لو بدي ادخل على محل باخذ اذن من حدا؟ ولا رح رد اذا قالوا لي لا تعملها؟ معلم تعلق حرب. بعد كل اللي عملوه هن ما علقت، رح تعلق لانه دخلنا على قاعدته؟ انت بتعرف منيح انه رح تعلق. اذا علقت تعلق، كأنه يلي عم نعيشه هلا مو حرب. إذا عملاء دولة تانية بيدخلوا على بلد وبيقتلوا شرطة من هاي البلد هيك وبنص النهار وبيطلعوا بسهولة وما حدا بيحكي معهم، معناتها في حرب بهاي البلد يا البير. أنا ما عم أقول إنه رح نترك هاي الجماعة هيك. نحن طبعا رح ننتقم، بس مو بهالشكل. ما صار لنا زمان مصلحين علاقتنا مع أمريكا. البلد عنا ما رح يتحمل أزمة مع أمريكا بعد أزمتنا مع إسرائيل. يعني ما بدكم تصير أزمة؟ معناتها لا تنزلوا شرطتكم ولا العسكر تبعكم على الشارع. هات الحساب إذا بتريد. أنتوا بتعرفوا منيح إني بقدم روحي لمراد على مدار،
بس إذا في حدا رح يتحرك حركة فيها أذى للدولة مهمتي امنعه يعملها. بدي اترجاكم شباب، تناقشوا بين بعضكم 5 دقايق. إذا كلكم شايفين إنه يلي عم تعملوه ما في أي غلط فما عندي شيء أقوله. عبد الحي، أنا بفهم وجعه لمراد. الزلمة خسر مرته وبنته، بس ما بيصير البلد تنجر للحرب من شان هو ياخد تاره. أنا عن طريقي ما برجع. إذا حدا منكم حاسس حاله متردد إنه يكفي معي بيعرف شغله. طيب يا معلم، يعني ما في شي طريقة تانية؟ ما في عبد الحي، هيك خلونا ساكتين طول هالسنين. إذا عملتوا هيك تنقسم البلد، وإذا عملتوا هيك رح تعلق حرب. بكفي بقى، خلصنا. المعلم معه حق أخي، هالخيط الرفيع خلينا نقطعه. البير بعد، ما فيني اترككم هيك. منيح، فيك تلحقنا إذا هيك. بدي اخذ السلاح تبعك، بدك ما تواخذني مراد. إذا ما في فد علي. وقف وقف. بدنا نعطي شي خبر للأمريكان. لا مو لهالدرجة. معلم أنا ما فهمت، مو الختيارية هن يلي بعتونا لهون؟ هن قالوا لنا ادخلوا، بيجي البير وبيقول ما بصير تدخلوا. شو معناتها هي؟ كل واحد عنده شغله يا ميماتي. بعد الشيء اللي صار اسمنا متمردين على الدولة. إذا نجحنا ما حدا راح يفتح تمه بشيء، بس إذا مسكنا أو متنا ونحن هنيك راح نكون إرهابيين. يلا عبد الحي. ايه ماشي معلم. لما بيصير حادث سير مع الجنود الامريكيين برات القاعده، مين بيتدخل بالقضيه؟ في بالقاعده مستشفى وفريق اسعاف. لما بيصير اي حادث مع حدا من عساكرهم بينقلوا جرحاهم بسيارات الاسعاف تبعهم على المشفى تبعهم. عملنا حدث سياره، في جندي منا مات، بدنا تبعتوا سياره الاسعاف. سيارة الاسعاف اللي بتغادر القاعده بالحالات العاديه بترافقها سياره مصفحه.
امشي امشي لبرا. زي لتحت جوني. حدا منكم بيعرف تركي؟ معناتها خلينا نقتلهم كلهم معلم. الرجال يلي ما بيعرف تركي ما بيفيدنا. أنا بعرف شوي. بدكم تدخلونا على القاعدة تبعكم وإلا رح تموتوا كلكم. لما بتكون حالة إسعاف بتقدروا تدخلوا من الباب وما بيوقفوكم مشان يفتشوا السيارة. لما بتنفتح سيارة الإسعاف رح ينفضح كل شيء. بعد ما نفوت على المستشفى رح نكون بحاجة لدعم. كفي بدون ما تهدي السرعة. لازم نوقف لأنه ما بيفتحوا الباب. عند اللزوم بتوقف بآخر لحظة، لا توقف أبداً. افتحوا الباب بسرعة، لك عم يموتوا، قلت لك عم يموتوا. يلا تعالوا حاضر. رح يكون فيلر بالبناية اللي عليها حراسة. شلون رح نوصل لهنيك؟ أنا رح دخلكم لجوات هنيك، بس بكفي إنكم تقدروا توصلوا لعندي. ما في خطر عليك؟ الخطر ما مهم أبدا. وين صاروا رجالي حاليا؟ بالأول وين القنبلة النووية؟ هي بمكان آمن. إذا ما بتكون معي أنا فهي ما بمكان آمن نهائيا. يعني إذا وقعت هالقنبلة بين إيدين شي منظمة إرهابية، كيف يا ترى رح يندفع حساب هالشغلة؟ إذا لا سمح الله انفجرت شي قنبلة نووية صناعة أمريكية بشي مطرح بتركيا، ما حدا رح يسأل مين يلي فجر القنبلة. إذا فجرتها منظمة إرهابية أو أنتو بشكل مباشر، تركيا ما رح تسكت أبدا. لا عاد إلكن قاعدة هون ولا حتى سفارة. رجالك حاليا بالقاعدة عنا، رح يكونوا ضيوفنا هالفترة. رح نتركن هون عنا بأمان لبينما ترجعونا القنبلة النووية تبعنا. شو عم بيصير؟ سيدي في هجوم. ومين ممكن يهجم علينا؟ عندك
انا موظف لازم ادخل. انذار احمر ممنوع. لازم ادخل. حضرنا الهليكوبتر سيدي، لازم نطالعكم من هون بالاول. مراد علمدار ما راح يطلع من هون عايش. معلم البسوا الأقنعة.